في استاد القاهره اللي انتم شايفينه ده، في استاد القاهره، وجماهير خلاص بعد الغاء المباراه نازله جنائزيه للاعيبه الاسماعيلي والزمالك. الحريق ده في استاد القاهره، ده داخل الاستاد خلف المدرجات في استاد القاهره. يعني ممكن يكون في وفيات تانية دلوقتي. يعني ايه اللي بيتحرق؟ زي ما انت انا عايز اعرف، هجيب ماجد غراب بس اعرف اللي بيحصل ايه، المصيبه السوداء التانية اللي احنا داخلين عليها ايه. بس ما فيش اي اشتباكات هناك خالص. ما فيش اشتباكات ولا يحزنون، ما حدش هيشتبك، بس دي حريقه جامده. واظن المفروض في معدات يا فيصل. في حريقه دلوقتي في استاد القاهره عشان تنقل لعندك، ودخان اسود بيتصاعد ويبدو، وجماهير الزمالك بدات تجري والمباراه تم الغائها. واضح ان احنا داخلين على كارثه جديده كمان في استاد القاهره. يا رب بس يعرفوا يخلوا المدرج، لانه في كر وفر كمان موجود في الاستاد، والجماهير هتبدا تخلي المدرجات بهدوء. اتمنى ان يتم يعني ان احنا نلحق النار دي قبل ما تولع في الباقي كمان. ايه قول لي اللي عندك يا فيصل. كابتن، بناء على تعليمات الامن طبعا تم اخلاء غرفه ملابس النادي الاهلي لانها كانت مكدسه جدا، ويمكن حالات الاختناق اللي الاطباء بيكلموا حضرتك عليها كان بسبب التكدس الرهيب حوالين المصابين. دكتور ايهاب علي بيقوم باجراء عمليات جراحيه دلوقتي، يعني عمليه ورا عمليه ورا عمليه لانقاذ ما يمكن انقاذه. الملعب تم اخلاء غرفه خلع الملابس، كل الجماهير توجهت الى منتصف الملعب. 6 عربيات اسعاف بتنقل المصابين، لكن في ظاهره خطيره جدا انه بعض الجماهير بدات تخرج من الملعب بشكل فردي. اعتقد ان دي برضه هتؤدي الى كارثه، ربما يحدث تصادم في الشارع، ربما لانه حتى الان ما فيش تامينات لخروج الجماهير بشكل مناسب، ولا في ترتيب هيخرجوا ازاي. الجماهير دلوقتي موجودين في تجمعات كده، كل مجموعه ممكن تقرر انها بتخرج بشكل فردي فبتخرج. انا شايف الناس قدامي بينسحبوا دلوقتي بيخرجوا بره بشكل فردي. اعتقد انه لو حصل اي مواجهات او تصادمات في الشارع هتبقى في ازمه وكارثه اخرى. كابتن شوبير، هرجع لك تاني. فيصل، ماجد ايه اللي بيحصل عندك في الاستاد يا ماجد؟ كابتن شوبير، هقول لحضرتك الان قبل ما كان بيحصل فيه حريق، يعني الان في استاد القاهره ناحيه الدرجه الثانيه شمال، يعني احنا مقصوره الصحفيين ناحيه الشمال لاحظنا ان في دخان متصاعد. الدخان بدا يزيد، والان بكاميرات مودرن كره بنرصد ان في حريق بيزيد وبيزيد الدخان دلوقتي في الدرجه في استاد القاهره في الدرجه الثانيه على شمال المقصوره، مقصوره الصحفيين. كابتن شوبير.